ضجة كبيرة في إسبانيا بسبب سب والدة اللاعب المغربي إبراهيم دياز خلال مباراة ريال مدريد ضد مايوركا التي انتهت بفوز الأول ب1-0 ضمن فعالية الجولة 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم. وجه الأوروغواياني فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد عبارات قاسية لزميله إبراهيم دياز. وفقا لتقرير شبكة ديفونسا سنترال الإسبانية، عبر فالفيردي عن استيائه من دياز بعد أن فقد الأخير الكرة إثر محاولة للمراوغة ولم يسارع في العودة للدفاع واستعادة الكرة. وعقب التصدي لهجمة مايوركا من قبل فالفيردي، توجه باللوم إلى الدولي المغربي دياز بانفعال قائلا: استرجع الكرة اللعينة، استرجع الكرة اللعينة يا ابن، مستخدما لفظا نابيا يسيء إلى الأم. وذكرت الشبكة أن اللاعبين قد تحدثا بعد المباراة لتوضيح الأمور بينهما، خصوصا بعد أن تناولت وسائل التواصل الاجتماعي الحادث بكثافة. فالفيردي الذي يعتبر واحدا من العناصر القيادية في الفريق على الرغم من عدم ارتدائه لإشارة القيادة، يعتقد بأن تصرفه كان مبررا نظرا لأهمية التزام الجميع بالجهد الدفاعي داخل الملعب. غيابات بالجملة في المنتخب المغربي تصعب من مهمة وليد. يستعد المنتخب المغربي لكرة القدم بقيادة المدرب وليد ركراكي لمواجهة تحدي جديد يتمثل في غياب 6 لاعبين بارزين عن تجمع يونيو المقبل، وذلك بسبب تداخل مواعيد مبارية التصفية الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 مع دورة الألعاب الأولمبية في باريس. ومن المرجح أن يضطر ركراكي للتخلي عن استدعاء العناصر الأولمبية، مما قد يعرض الفريق لضغوط هائلة خلال المواجهات القادمة. وتضم قائمة اللاعبين المرشحين للغياب نجوما مثل أمير تشارلسون وبلال خنوس وإسماعيل السباري وعبد الصمد الزلزولي وشاد رياض وأسامة العزوزي وإلياس بن صغير وإلياس أخومش. ويعد معسكر يونيو حاسما بالنسبة لمدرب المنتخب الأولمبي طارق سكتيو، الذي يسعى للحصول على أفضل تحضير قبل المشاركة في الألعاب الأولمبية في يوليوز المقبل، والتي ستشهد مواجهات صعبة مع منتخبات مرموقة مثل الأرجنتين وأوكرانيا. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قرار استبعاد اللاعبين الستة بشكل رسمي في الأسابيع القليلة القادمة، مما يترك المجال مفتوحا أمام وليد ركراكي للبحث عن بدائل مناسبة لسد الفراغ الذي سيتركه غياب هؤلاء النجوم خلال المباريات القادمة والحاسمة في مسيرة المنتخب نحو التأهل لكأس العالم 2026. خبر عاجل: شجار كبير بين أشرف حكيمي وليونيل ميسي لهذا السبب. كشفت مجلة فرانس فوتبول الستار عن تفاصيل شنآن وملاسنة اندلعت بين المغربي أشرف حكيمي وزميله السابق في باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي في الأشهر الأخيرة من الموسم الكروي المنصرم. ولفتت المجلة الفرنسية إلى أن نبرة الملاسنة ارتفعت بين حكيمي وميسي بعد إحدى الحصص التدريبية، قبل أن يحاول زميلهما البرازيلي نيمار دا سيلفا التدخل والدفاع عن الدولي الأرجنتيني. هذا السلوك تصدى له المدافع الإسباني السابق لباريس سان جيرمان سيرخيو راموس، الذي قال لنيمار وفق المجلة: إذا نهضت وتدخلت فأنا من سيأتي إليك، في خطوة أراد بها حماية النجم المغربي أشرف حكيمي. وقال أحد الأشخاص الذين قدموا شهادتهم في الواقعة لمجلة فرانس فوتبول: من حسن الحظ أن سيرخيو راموس القائد الحقيقي كان هناك، لقد كان دائما حاجزا بين نيمار وبين بعض اللاعبين الذين لم يعودوا يتحملوا الأمر. وكان ميسي ونيمار قد غادر صفوف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيف المنصرم دون أن ينجح في قيادة الفريق إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا رغم الكلفة المالية الباهظة لرواتبهما داخل النادي.